هكذا يعيش الأمير هاشم بن عبد الله الثاني نجل ملك الأردن حياته. يعيش الأمير هاشم بن عبد الله الثاني كشاب ملكي يجمع بين واجباته الملكية وشغفه الشبابي، متخرجا من مدرسة مرموقة ومشاركا في المناسبات الوطنية والاجتماعية، وذلك مع اهتمامه بالهوايات مثل الدراجات النارية، ويستعد لدور مستقبلي في خدمة الأردن، ممثلا جيلا جديدا من الهاشميين يمزج بين الأصالة والحداثة. تفاصيل حياته ونشاطاته: التعليم: تخرج من مدرسة كنغيز أكاديمي في الأردن، وتلقى تعليما مميزا يركز على العلم والمسؤولية. الظهور العام: ظهر في مناسبات هامة مثل الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، وحفل زفاف أخيه ولي العهد الأمير الحسين على الأميرة رجوة. الهوايات: لديه شغف بالسيارات والدراجات النارية. الخدمة: يشارك في مناسبات القوات المسلحة الأردنية ويظهر بالزي العسكري، مما يعكس دوره المستقبلي وتدريبه العسكري. المستقبل: يمثل الأمير هاشم نموذجا للجيل الملكي الجديد الذي يتشرب القيم الهاشمية ويعتز بتاريخه، ويهيأ لأداء دور بارز في مستقبل الأردن. المسؤوليات الرسمية والدبلوماسية: الأمير هاشم هو نائب للملكة، وذلك بالرغم من صغر سنه. بدأ الأمير يتولى مهاما سيادية، حيث عين نائبا للملك لأول مرة في أغسطس لسنة 2023. أدار شؤون البلاد لفترة قصيرة أثناء سفر والده. المشاركات الدولية: يرافق والده الملك عبد الله الثاني في زيارات خارجية هامة، منها زيارة رسمية لإسبانيا والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحياة العائلية: يعيش الأمير ضمن الدائرة المقربة لعائلته في عمان، كما برز دوره العائلي في حفل زفاف شقيقه الأمير الحسين، حيث رافق الأميرة رجوة آل سيف خلال مراسم عقد القران. التواصل مع الشباب: يتمتع الأمير بشعبية واسعة بين الشباب الأردني، وينظر إليه كنموذج لجيل حديث يوازن بين التقاليد الملكية وتحديات العصر الرقمي. باختصار، حياة الأمير هاشم مزيج من الحياة الملكية التقليدية والاهتمامات الشابة المعاصرة، وذلك مع التركيز على الاستعداد لتحمل مسؤولياته الوطنية المستقبلية.